هلا والله، معاكم داي. مقطع جديد. شت والله شكلها ولعت بين كلان باور وكلان فالكون. انا عن نفسي بحب اشخاص من الكلانين، يعني في صناع محتوى بحب اتابعهم من باور، وفي صناع محتوى بحب اتابعهم من فالكون، واشوف كل طرف وكل كلان عنده صناع محتوى مبدعين حرفيا وبيقدموا محتوى اسطوري بكل ما تعنيه الكلمه من معنى. فانا لا اقف مع اي طرف، يعني فانا شخص حيادي عشان الكل يكون بالصوره. ولكن وللاسف صار في مشكله، وبدات على تويتر او على اكس، اكثر تطبيق فيه مشاكل بالعالم، اكثر تطبيق اي شيء بسيط بتنطلق منه بصير مشكله كبيره. طبعا بهذا المقطع رح اورجيكم كيف انه حرفيا يعني 4 احرف سببت مشكله كبيره على تويتر، ولذلك يعد تطبيق تويتر او اكس اسوأ تطبيق ممكن تتخيله في حياتك. اكثر تطبيق سوداوي، اكثر تطبيق يا حبيبي بتحسه الدارك ويب اللي غير محظور حرفيا. المهم انه المشكله هاي المره فيها كثير اطراف، مثل ابو عمر وابو عبير وشونغ ودربحه. بس اكيد قبل ما نبدا، هاي اجمل التعليقات من اخر مقطع. شكرا على دعمكم بالمقاطع الاخيره، حرفيا شكرا كثير لكم. واذا ما كنت مشترك فاشترك، خلينا نوصل 20,000 مشترك باسرع وقت ممكن، وقدر تعبنا بلايك. والان خلونا نبدا. طيب، بدأت القصة كاملة عندما فتح أبو عمر بث مباشر، وفتح فيه تغريدة دربحة، وشاف كمية تعليقات توكسيك مو طبيعية. وطبعا الناس اللي حابة تعرف سبب هاي التعليقات التوكسيك روح وتشوف تغريدة دربحة، أتوقع التعليقات لساتها موجودة، وأكيد لما تشوفوا التعليقات رح تعرفوا شو هو السبب. المهم إنه اليوتيوبر أبو عمر رد على المقطع اللي سواه شونغ اكس بونج، واللي استهزأ فيه من الجائزة، واللي هي جائزة أفضل صانع محتوى في حفل الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية. والموضوع صار حديث الساحة الآن، لأنه حرفيا الجائزة هاي راح تكون من نصيب واحد من هدول الأسماء، وكل هاي الأسماء من فالكون، أوكي، واللي هن أحمد الغالب أو أبو عبير، يوسف حناوي أو أبو عمر، محمد الشهري أو المكسيكي، صالح الزهراني أو أوبلز، أو بندر مدخلي واللي هو بندرتاوى المعروف لا يعرف. المهم إنه أبو عمر انطرح عليه سؤال بالبث ورد بكل هدوء، والسؤال كان: من برأيك يستحق الجائزة؟ والرجال كان واضح، يعني قال لك في كلامه إنه صناعة المحتوى بالنهاية ساحة وفيها منافسة وشيء طبيعي هذا، ولازم يكون في جوائز وتحديات، وهذا شيء طبيعي بيرفع من المحتوى وبيرفع من صناع المحتوى، يعني فشيء طبيعي. وتكلم وحكى عن نقطة كتير مهمة، وإنه إذا واحد قرر ما يشارك بحجة إنه ممكن تصير الساحة توكسيك، ما حدا رح يشارك حرفيا. يعني المنافسة الإيجابية هي اللي بترفع من مستوى الكل، والجائزة بالنهاية ما رح تكون مجاملة، رح ياخذها اللي بيستحقها. اللي بيعتقد نفسه إنه ما رح يفوز فلا يشارك وينسحب من المسابقة أو ينسحب من الجائزة بهدوء. طبعا لو الناس عم تتساءل شو سبب هذا التعليق ومين بيقصد بهذا التعليق، أكيد يعني ما في غيره شونغ اكس بونج، لأنه شونغ حرفيا طلع من قبل وحكى إنه لو شارك رح تكون الجائزة توكسيك، فهو ما رح يشارك عشان ما يفوز فيها، لأنه لو ضلوا عم بربح فرح تصير توكسيك، يعني بكل اختصار. وطبعا رح نيجي لموضوع التوكسيك بعد شوي بالمقطع. الآن خلينا ننتقل للنقطة اللي بعدها، اللي حتكلم وحكى فيها أبو عمر بالبث تبعه. وتكلم عن نقطة المزح، وإنه هذا الشيء معتاد بالساحة، خصوصا بين الكلانات الكبيرة زي فالكون وباور وتيو وغيرهم، وإنه حتى الجماهير بتتقبل هذا المزح وبتصير تمزح مع بعض بأمور مختلفة يعني عن الكلانات. لكن لما يكون موضوع بين الاشخاص او الكلانات وفجأة يتحول لقضية فتنة وتوكسيك وخرابيط، هذا الشيء غير مقبول، هذا شيء ثاني. يعني بالنهاية انه الطقطقة او المسخرة بتضلها مسخرة وإلها حدود، واذا ما قللت ادبك على حدا يعني ما فيها شيء طبيعي. وانه اذا فزت بمقطع جائزة او حتى ببث، طبيعي انك تفرح وتنبسط وبدك الاشادة، وما في مشكلة لو صار الموضوع يعني مسخرة على الخفيف، اوكي، لان المنافسة راح تضل موجودة في كل المجالات وما فيها اي خلل، والجوائز اساسا موجودة عشان تكرم الشخص اللي بيجتهد واللي بيستحقها. يعني طبعا هون بعد انتقل ابو عمر النقطة المباشرة اللي قالها عن شونغ اكس بونج، انه اذا انت كنت عم تحكي عن التوكسيك وعم تقول فتنة وما فتنة، طيب ليش شاركت بجائزة تحفيزية يوم دربها، الجائزة اللي دربها فازها، ووقت ما فزت قلت خيرها بغيرها تجي، وبعد صرت تتهم الرجال وتقطع عليه بدون سبب او تتمسخر عليه بدون سبب. الرسالة كانت واضحة، المنافسة موجودة وما فيها اي شيء اذا كان الموضوع شخصي بينك وبين احد. ولكن انتقاد ابو عمر كان على انه شونغ اكس بونج او احمد طلع وتمسخر من دربحه بعد ما فاز بالجائزه. فانا صراحه ما بعرف صحه هذا الكلام، مشان هيك بدي اياكم تكتبوا لي بالتعليقات هل فعلا بعد ما دربح فاز بالجائزه طلع شونغ وتمسخر عليه او لا، لانه انا حرفيا ماني متاكد من الموضوع. بس بنفس الوقت بفكر بقول ما في سبب بخلي ابو عمر يكذب بهذا الموضوع، خصوصا انه موضوع ممكن يسبب حساسيه بين الكلانين، فما اتوقع انه ابو عمر قاعد عم يكذب، اتوقع انه فعلا هذا الشيء صار، ولكن بدي منكم تاكدوا لي هذا الشيء بالتعليقات. المهم انه كمل ابو عمر وقال: ليش تتهجم وتتمسخر على شخص ما ضرك بشيء،
وكان مجرد منافس لإلك. بالنهاية هذا جزء من اللعبة والبيئة الطبيعية لأي مجال تنافسي، واحد منكم رح يفوز، انتوا الاثنين مشاركين، فليش حتى تطلع تمسخر عليه بعد ما يفوز؟ طبعا شونغ اكس بونغ الى الان ما رد على ابو عمر. طبعا هاي القصة بكل اختصار يعني والشيء اللي صار، والى الان شونغ ما نزل ولا حتى رد. بس في سؤال دائما انا بدور ببالي واللي حرفيا عندي فضول اعرفه منكم انتم بالتعليقات، هل يا ترى شونغ فعلا ما شارك عن حسن نية وانه بده يترك يعني مجال لحدا تاني؟ لانه طلع بتصريح من قبل شونغ وقال انه ما رح يشارك غير بالجوي اووردز، فهل هذا السبب فعلا او انه كان حاسس انه ما راح يفوز وقال لك يا حبيبي انا ما راح افوز ليش حتى اشارك؟ بس انا بصراحة بشوف انه في غلط على الطرفين. غلط شونغ الوحيد انه صرح، طلع وصرح وبطريقة او باخرى قلل من قيمة الجائزة. لما تطلع تحكي عن جائزة توكسيك فانت هون كأنك عم تقلل من جائزة انت اوريدي فزت اساسا يعني. واكيد يعني نفس ما ابو عمر ذكر انه الجائزة بالنهاية جائزة تحفيزية لصانع المحتوى. وثاني شيء اي شخص مؤثر عنده متابعين وخصوصا اذا كان صانع محتوى في كلان معين وكلان كبير، فاي كلمة ممكن يحكيها رح تنحسب عليه، اي كلمه ممكن يحكيها ممكن تسبب مشكله. فانا هذا الشيء الوحيد اللي بنتقد احمد شونغ عليه صراحه. يعني لو ما كنت حابب تشارك وما بدك تشارك خلص يا عمي لا تشارك ولا تصرح ولا تحكي اي شيء، او اذا انت حابب تصرح فقول انا ما بشارك وخلص، يعني ما في داعي تذكر الاسباب. واكيد اكيد يعني في نقطه غلط فيها ابو عمر واللي هي في تغريده. طبعا التغريده كانت منزله المرشحين او الفائزين بالجائزه، ورد ساف على هاي التغريده كتب ترى يمديهم ينافسون بس الساحه تصير توكسيك. ايش فيك؟ واضح انه ساف مين كان بيقصد يعني، واضح كثير ما في داعي نحكي اي شيء. المهم انه ابو عمر رد عليه وكتب هاي يعني 4 أحرف، حرفيا 4 أحرف بدت مشكلة. وحتى لو كانت 4 أحرف أكيد فانز شونغ ما راح يسكتوا، راح يشوفوها إهانة وراح يبدوا الهجوم على أبو عمر بسبب هذا التعليق. فأنا بصراحة بشوف كل شخص فيهم عنده غلط بطريقة أو بأخرى، وكل شخص منهم عنده أو في كلام ومنطق وأشياء صحيحة من وجهة نظره هو. فيب يعني أما أنتم يعني فشو رأيكم؟ أكيد اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات لأني حابب أعرف وأسمع منكم. ممكن في اشياء كثيره انا جهلتها في هذا المقطع فاكتبوا لي اياها انتم كمان بالتعليقات. واكيد يعني كل شخص يكتب رايه بالتعليقات بكل احترام وبدون الغلط على اي طرف من الاطراف، اوكي؟ وكما اقول دائما يعني الاسطوره داي، المقوله الشهيره لإلي، كل شخص يعرض تربيته في التعليقات. وبس والله كان معكم الأسطورة داي. ولو ما شفت المقطع اللي فات، مقطع ميمز رهيب راح تفرط عليه من الضحك، نزلت فيه ميمز عن تحرير سوريا، فروح شوف المقطع، مقطع رهيب متأكد انه راح يعجبك. وعقبال تحرير فلسطين يا رب والفرحة الكبرى. وبس والله لا تنسى تتابعنا على الانستغرام، حط لايك لو الى الان ما حطيت لايك، واشترك في القناة لو الى الان ما اشتركت يا حبيبي ويا عزيزي المتابع. صدقوني المحتوى القادم راح يكون شيء جبار وفاير اسطوري. كان معكم الاسطورة المسطرة المخلدة داي، وبيس. مهما طال الزمان وابعدتنا المسافات يبقى فينا الحنين خيطا يلف قلوبنا. ها قد آن الآوان لننون أحلى الأمنيات.